واش بصح وليد الركراكي غادي يحط السوارت ويمشي؟ واش توقعات ديال ليلى عبد اللطيف بدات كتحقق بالحرف وقالت لكم مدرب جديد والزلزال الحقيقي؟ واش بصح كاس افريقيا يقدر يتسحب من السنغال ويرجع للمغرب بالقانون؟ اليوم غادي نكشفوا لكم الكواليس الخطيره اللي وقع في الرباط والاجتماع السري اللي يقدر يقلب المنتخب راسا على عقب قبل المونديال. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر حيت هادشي ما غتسمعوش في بلاصه اخرى. وانطلقنا. البدايه بهذا الخبر اللي نزل كالصاعقه. مصادر موثوقه كتقول باللي وليد الركراكي جالس دابا كيدرس بجديه الاستقاله ديالو من بعد الفشل في كاس افريقيا للمره الثانيه. وليد اجتمع بوكيل اعماله في الرباط باش يشوفوا المستقبل ديالو قبل الاجتماع الحاسم مع مول الكره فوزي القشا. وهنا كنتفكروا الهضره ديال ليلى عبد اللطيف ملي قالت المنتخب المغربي غيقودو مدرب جديد. واش هذه هي النهايه ديال سير خصوصا ان الركراكي عنده عرض رسمي من المنتخب مشارك في مونديال 2026، يعني يقدر يغادرنا غدا ونلقاه ضدنا. ولكن بلاتي القشع باغي يعطي فرصه اخيره للوليد يكمل حتى للمونديال، واللاعبين باغينه ولكن الجمهور مقسوم. وهنا كيطلع اسم واحد للواجهه، طارق السكتيوي. بعد النجاحات الاخيره ديالو السكتيوي ولا هو الخيار رقم واحد باش يعوض الركراكي الى قرر يمشي. الايام الجايه غتكون حارقه. واش غنشوفوا السكتيوي روبان جديد للسفينه؟ ودابا ندوزو لاخطر ملف، الملف اللي السنغال كترعد منه. واش في خباركم باللي قانونيا السنغال في موقف لا تحسد عليه؟ الماده 82 من قانون الكاف واضحه وما فيهاش اللعب. الفريق المنسحب يعتبر خاسرا ب3-0. الانسحاب ديال لاعبي السنغال في واحد الماتش في النهائي كيعني قانونيا انهم خاسرين، والمغرب كان خاصو يضغط بهذه الورقه باش يرجع حقه ويطالب بالكاس. الخبراء كيقولوا باللي واخا حنا كنحافظوا على العلاقات الدبلوماسيه، ولكن القانون كيعطي الحق للمغرب يدي الكاس البارده الا طبقنا الماده 82. وماشي غير الكاس اللي مشى، المصيبه اكبر من هكا. مدرب السنغال مهدد بالتوقيف ما بين 4 حتى 6 ديال الماتشات وغرامه ديال 200 ألف دولار، يعني 200 مليون سنتيم. والصدمه الكبيره هي ان هذا التوقيف يقدر يطبق في بدايه كاس العالم 2026. تخيلوا معايا السنغال في المونديال بلا مدرب يستدي الماتشات، يعني باي باي المنافسه. هادشي كيطرح علامات استفهام كبيره. واش الفيفا غتطبق القانون ولا غدوز الميكا؟ القضيه مرونه والكواليس شعله. دابا الكره عندكم نتوما. واش نتوما مع بقاء وليد الركراكي يكمل المشروع ولا جا الوقت نعطيو الفرصه لطارق السكتيوي؟ هبطوا دابا التعاليق وفرقعوها بالاراء ديالكم، وما تنساوش لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد اول باول. تهلاو.